يا أهلاً وسهلاً بيكم في فيديو جديد، ومعاكم محمد سامي من قناتكم لحظة حسم. موضوعنا النهاردة مهم قوي، وده لأنه بيمس كل واحد فينا عنده طموحات وأحلام عايز يحققها. هنتكلم عن إدارة المشاريع الشخصية، إزاي تنظم مشروعك وتوصل لنتائج فعلية. تخيل معايا كده نفسك تعمل حاجة معينة، زي مثلاً تكتب رواية أو تتعلم مهارة جديدة أو تبدأ بيزنس صغير على قدك. الفكرة دي بتفضل مجرد حلم. ليه؟ عشان الموضوع بيكون كبير ومش عارف تبدأ منين. المشكلة هنا مش في الفكرة، المشكلة في طريقة إدارة الفكرة دي. كتير مننا فاكر إن إدارة المشاريع دي حاجة معقدة وبتاعت شركات كبيرة بس، لكن الحقيقة إن كل واحد فينا عنده مشاريع شخصية في حياته. إدارة المشاريع الشخصية هي مهارة مهمة جداً، وهي اللي بتخليك تقدر تحول أفكارك لواقع. في الفيديو ده هنبص مع بعض على الأساسيات اللي هتساعدك تدير أي مشروع شخصي، وهنتعلم سوا 5 خطوات عملية وبسيطة هتخليك تنظم أي مشروع في دماغك. يلا بينا نبدأ رحلتنا ونشوف إزاي ممكن نحول أحلامنا لإنجازات حقيقية. الفكرة في الأول بتكون مجرد خاطر أو أمنية في دماغك. المشروع الشخصي المنظم هو لما تاخد الفكرة دي وتبدأ تحط لها خطة واضحة. إدارة المشاريع الشخصية ببساطة هي الطريقة اللي بتخليك تمسك الفكرة دي وتحولها لخطة عمل. ليه مهم قوي إننا نعرف ندير مشاريعنا الشخصية؟ عشان نحول أفكارنا لحاجة حقيقية هتخليك مركز ومنتج أكتر، هتوصل لأهدافك بسهولة أكبر، هتتعلم وتتطور باستمرار. قسم الهدف لمهام صغيرة، كل خطوة بتقربك من هدفك. خطوات عملية عشان تدير أي مشروع شخصي بنجاح. حدد هدفك بالظبط، إيه النتيجة النهائية اللي عايز توصل ليها. قسم الهدف لمهام صغيرة، كل خطوة بتقربك من هدفك. رتب المهام وحدد لها مواعيد نهائية. الخطة هي اللي هتوجهك. ابدأ التنفيذ وما توقفش، الأكشن هو اللي بيوصلك. قيم النتيجة النهائية وتعلم من التجربة، كل مشروع درس جديد. نصيحة إضافية، ما تخافش تطلب مساعدة وتكون واقعي في توقعاتك. ما تترددش تطلب مساعدة، خلي توقعاتك واقعية. الخلاصة، أنت مدير مشروع حياتك، ابدأ خطط ونفذ بثقة. إدارة المشاريع الشخصية مش حاجة صعبة زي ما ممكن تكون متخيل. لما تتعلم الأساسيات دي هتشوف فرق كبير في قدرتك على تحقيق أهدافك. يا رب يكون فيديو النهاردة مفيد ليكوا وملهم. لو عندكوا أي تجارب أو نصايح تانية شاركونا بيها في التعليقات تحت الفيديو. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم وشير، ولو لسه ما اشتركتوش اشتركوا وفعلوا الجرس. أشوفكوا على خير في الفيديو الجاي.